فولا صلاة خوفة فاغسلوا وجوهكم فولا خيسا لكاداجا إلى قوله تعالى أنك يشربي توفي ما يريد الله ربي وأنفدجا ليجعل عليكم من حرج ركو تكلي سن الرجلو ولكن يريد أمو كان أجن ومليني فدجا ليطهركم إسن كل ليسو وليتم نعمته أما اللي قارو بنا ساي سن الرجوتو لعلكم تشكرون أكل سنجلة إساقل كتنيف جيجا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي جون دقي ان امتي يدعون يوم القيامه غرا معجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم نبي دان دقي يقول أنجو تبلغ الهلية من المؤمن تبلغ الهلية دوبا افتتني جيس جمو من الرا حيث يبلغ الوضوء كما بشا وضوء جي افتني غيا برو جيسي جان رواه مسلم يو ديسه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي جان من تودى نمشي وداته فأحسن وضوء خطلفته خرجت خطاياه دلين سارا باتجان من جسده أما سارا حتى تخرج أنك باتتي من تحت أظفاره يسسا جلا إلا جن. رواه مسلم يو ديسه. وعنه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أركيجا تودع مثل وضوء هذا كما خيّ خنك وداته ثم قال من تودع كذا نمشيكنا وداته غفر له ما تقدم من ذنبه إيسا تدبرت ربي نسا برارة ماتلي سخائر جيجو وكانت صلاته صلاة نسانتا ومشيه يمسسا إلى المسجد غير مسجدا نافلة متاج زيادة جيجو. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تودى العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه. صوت اذا تودى العبد المسلم قبرك مسلمه وقوله وداته تكاو خمومنا وقوله وداته فغسل وجهه ولا صادق لكوفده خرج من وجهه ولا ساراني باجن كل خطيئة نظر إليها بعينه مع وجين أو مع خرقة الماء بشاني تبودات وجين فإذا غسل يديه وقوله أركد كوفده خرج من يديه كل خطيئة كل دلي كان بتشتها أركا سندل إيده مع الماء أو مع خرقة الماء يعني تبودات وجين فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كل دلي مشتها رجلاه مشتا إليه رجلاه ميلسات ديمته مع الماء بشاني وجين أو مع خرقة الماء نبي بشاني تبودات وجين جيجو حتى يخرج أنك بوتي نقيا من الذنوب ديرا كل لا يجيجو. رواه مسلم. يوديسيا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي أتى المقبرة قبروتني رفجان فقال دوبني جي السلام عليكم نجيني سر التاجرات دار قوم مؤمنين يا غنت ورما ربي أمنيجي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وربي دريتي سنتنا نفدي سندك كبوراجي وجدت دوبنين غابيجي أننا قد رأينا نتوسوغر ريجي إخواننا بليين كيني تكو قالوا وقوخنا سابون جنين أولسنا إخوانك يا رسول الله بليين كينو تونتاني جنين قال نبي ربي نجن أنتم أصحابي سابو تخيا وإخواننا بليين كيني جيجون الذين لم يأتوا بعد مدران دفنيجي قالوا نجنين كيف تعرف من لم يأت بعد مدران دفن أكبر بيتاجي من أمتك يا رسول الله فقال ربي نجن أرأيت لو أن رجلا له وصونا متوك له إساف خيل فردون تاتي غر غاري خنتاتي مهجلة ميل أركنس أدي خنتي بين الزهرين
خيل جدو فردو دهم قراتي بهم أكان قراتي تتاتي ألا يعرف خيله سانو من بيخوي قالوا بلى يا رسول الله جنين قال في ربي نجي فإنهم يأتون إنسان سني دفنيجي قرا موجلين كل ثاني إفا أركامي لني صفات دفنيجي من الوضوء يا ودوارا وأنا أفرتهم على الهود أنا مو هرو تجرت إنسان دل دبرا داجي رواه مسلم مسلم يوديسيا وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم ليسن كجيل تجن على ما يمحو الله بالخطايا وانسي ما سي ربي نمر كون الرد ويرفع بالدرجات درجة سينما والفون الرد قالوا بلى يا رسول الله نكجيل تجنين قال نبي ربي نجن إسباغ الوضوء ودوا قد تجولا جن على المكاره لبون ودوا فينه وكثرة الخطى من سد ميسو إلى المساجد مسجدا وانتظار الصلاة بعد الصلاة صلاتات اجچورا جن فذلكم الرباط فذلكم الرباط اسلامنا قبچو جاما جنجچو رواه مسلم وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان ودوني كنا إيماناتي جن رواه مسلم وقد سبق بطوله في باب الصبر أتش سيد بريا وفي الباب حديث عمرو بن لبسة رضي الله عنه والسابق في آخر الباب الرجاء أتش كسيد بريا كيس جرايا وهو حديث عظيم حديث أمريز حديث قدادا مشتمل اتصاد جن على جمل من الخيرات جملة هدو خير راتات الرد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتودع فيبلغ أو فيصبح الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أي شاء رواه مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين باب فضل الأذان باب فضيلة الأذان قبل تثبتنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما لا توبا صبي في شاي سن دفنجن ولو هبوا وصو أفرانين ديماني اللي متفق عليه متفق ديزني الاستهام جتون الاقتراع تامرتين سايا والتهجير تهجير جتون التبكير للصلاة لا تغنمو دايا وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون ورينا زانو أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعدة أن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن
جن ولا إنس ولا شيء ولا شيء ونتكلم إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد كجي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عن رسول الله رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان وله درات حتى لا يسمع التاذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا سقب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التسويب أقبل حتى يقتر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا ونكنا يا ددو واذكر كذا ونكنا يا ددو على جو لما لم يذكر من قبل ونكنتر يا دني جنجو حتى يزل الرجل ما يدري كم صلى كم صلاة متفق عليه. دينكم متفقي. التسويب جتون الإقامة ما جتون راجن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلى الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. وسيلة بفضيلة قبرتش ربي تيتي ملين برباچ تجن. وأرجو أن أكون أنا هو أن قبرتش سنتهم كجيلا جنججو. فمن سال لي الوسيلة هلت له الشفاعة. شفاعة يتخاصي ساسبت جنججو. رواه مسلم أديسه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوات التامات والصلاة القائمات آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وتولت له شفاعة يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع المؤذنون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن.